تطعيمات المدارس مهمة جدا. وزارة الصحة بتوضح إن في تطعيم الحمى الشوكية للأطفال في المدارس. قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أن تطعيم الحمى الشوكية متوفر في مراكز التطعيمات الرئيسية بالعجوزة وقريبا في جميع فروع الجمهورية. وزارة الصحة والسكان قالت أن الحمى الشوكية هي نفسها الالتهاب السحائي، هو التهاب حاد للأغشية الواقية اللي بتغطي الدماغ والنخاع الشوكي. وتابعت وزارة الصحة والسكان بينتقل المرض بين الناس عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، مشاركة الأكواب وفرش الأسنان وغيرها. قالت وزارة الصحة أن الحمى الشوكية بتنتشر في التجمعات، وهو ما يجعل وزارة الصحة المصرية تقوم بعمل حملات لطلبة المدارس أول كل مرحلة دراسية للحماية من الحمى الشوكية، إما تطعيم الشوكية المقترن وهو تطعيم التهاب سحائي ولكن بطريقة تصنيع مختلفة، والمميز فيها أن الطفل لا يحتاج الحصول على تطعيم بشكل متكرر. لو عندك استفسار أو أي تعليق اكتبه لنا أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.